نبه خبراء في الشأن الرياضي عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى نقاط قوة المنتخب النيجيري في المباراة المقبلة برسم نصف نهائي بطولة كأس إفريقيا للأمم. كان المغرب 2025 خاصة على مستوى السماح لهم باستحواذ الكرة منذ انطلاق المباراة. وأشار هؤلاء الخبراء إلى ضرورة استحضار العامل النفسي في هذه المواجهة المصيرية، والذي كان حاسما منذ البداية انهيار المنتخب الجزائري. عزيز داود، خبير رياضي وطني، قال إنه في مباراة أمس السبت ظهرت على أرض الملعب مدرستان كرويتان مختلفتان. الفريق النيجيري فرض إيقاعه من البداية، ولعب بثقة دون مراعاة لخصمه، مستفيدا من سرعته وتمريراته القصيرة. بالمقابل، بدا المنتخب الجزائري مترددا، وتأثر بالضغط النفسي، ما أدى إلى فقدان